يا مولنا بودهونا يا مولنا بودهونا يا سمب سجر البسيرنا يا سمب سجر البسيرنا يا سمب سجر البسيرنا يا سمب سجر البسيرنا يا بيت وليت داندا يا بيت وليت داندا يا بيت وليت داندا يا بيت وليت داندا جم جبنا لأحمد يا جم جبنا لأحمد يا جم جبنا لأحمد جم جبنا لأحمد يا جم جبنا لأحمد جم جبنا لأحمد يا جم جبنا لأحمد يا جم جبنا لأحمد يا جم جبنا لأحمد جم جبنا لأحمد يا جم جبنا لأحمد جم جبنا لأحمد يا الله ودي برد جم فو يا الله ودي برد جم يا الله ودي برد جم فو ليدي أنا كبر بنت قل يا 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 شلي أنا قل لدادو يا شلي أنا لدادو. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت رب وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصرنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرهم عاجلا غير آجل. اللهم خذ بأيديهم يا رحمن يا رحيم. اللهم إن أعداءهم لا يعجزونك شيء، فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة للمعتبرين وعل للمتعظين يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، فتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن ذنوبنا بلغت عنان السماء، ليس لنا غافر إلا أنت، لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم ليس لنا أحد سواك، إلهنا لجأنا إليك فلا تردنا عما بجنابك خائبين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وروعاتنا واستجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقبنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا من قام لياليه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين، واجعلنا جميعا من المفلحين الفائزين. لا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم إن رددتنا فليس لنا إله سواك، لا غافر لنا إلا أنت، ولا مغيث لنا إلا أنت، ولا معين لنا إلا أنت. اللهم فاغفر ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما،
واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. يا عفو يا غفور، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا ونساءنا ووفقهم جميعا لما تحبه وترضاه، واجعلهم جميعا ممن يعملون بكتابك ويلتزمون بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وأصلح اللهم ولاة أمور المسلمين أجمعين، وفق جميعا لتحكيم شرعك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ومنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرون على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا رأى القمر وخسف القمر والشمس والقمر يحسب الإنسان وجمع الشمس والقمر يومئذ يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم
الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم نجعل أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن مثلا الذي تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى صدق الله العظيم أحسن الله عاقبتنا وعاقبتكم وأعطانا ما يفيدنا وأعطاكم ما يفيكم أدام الله انتفاعنا وانتفاعكم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سيد والي نائب مساعد البركان حاكم محافظة بوكي السيد نائب محافظة بوكي السيد شاه محافظة بوكي سيد عمدة مجلس بلدية بوكي السيد مساعد حاكم بوكي السيد المدير الجمهوري للتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي السيد رؤساء مصالح المقاطعة العسكرية والمدنية والسادة المنتخبون والهيئات المدنية سيد فضيلة الشيخ مداني منتقى أحمد منتقى تاج والوفد المرافقة السادة أئمة المساجد السادة المطلوبون السادة الحضور سيداتي وسادتي إنه لشرف نحن سكان قرية كلية الربع برئاسة فضيلة الشيخ سعد بان أن نرحب بكم في رحاب شارعنا هذا الذي ستتشرفون بالحضور اليوم كرئاسة الشرف الشيخ مداني منتقى أحمد منتقى تام خليفة والده منتقى المرجع. أيها السادة والإخوة في الله القادمون من شتى الجهات سواء من موريتانيا أو من جمهورية السنغال أو من جمهورية مالي يسرنا أن نظهر لكم مشاعر الغبطة والسرور والفرح التي نحس بها داخل قلوبنا بسبب تربيتكم ولتشاركونا الأفراح بمناسبة افتتاح جامعنا الكبير الذي أعطيناه اسم المجاهد الكبير الحاج عمر الفوتي الذي حرر القلوب من شوائب الشرك وهدم الأسلام مطهرا تلك البلاد والدول المبرح من الوثنية وعمر البلاد بما بناه من قرى ومدن شيدت فيها الجوامع والمعاهد ينفع بذلك أبناء المؤمنين شرقا وغربا وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوتي المدعوين إنكم بتربيتكم دعوتنا تحيون عواصر المحبة في الله بيننا ووشائج الدين والرحم والصداقة التي تجمعنا
فإننا لا نستطيع أن نبين لكم بالأسطر وما في قلوبنا من معاني السرور والحقور، ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بين أهاليكم وذويكم. الله نسأل أن يجازيكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يجعلكم قال في حقهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك لها مبعدون يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. لا شك أن حضوركم اليوم هذا الافتتاح إنما يدل على أنكم لا تبتغون من ورائه إلا ابتغاء وجه الله وتصديقا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نستعرض وإياكم ولو نبذة قليلة عن المسجد في تاريخ الإسلام، تعريفه، إنشائه، أهميته ودوره في الإسلام والترغيب على بنائه. فالمسجد هو المنطلق الأكبر للدعوة إلى الله، وهو أحب البقاع إلى الله، وهو بيت الله، هو بيت من بيوت الله عز وجل الذي أذن الله أن ترفع ويذكر في حسبه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهو مدرسة يتربى فيها أفراد المجتمع، وهو مصدر النور والعلم والبصيرة والعزة للإسلام المسلمين. إذا أضاف الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتكريم، حيث قال في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك أن يكونوا من المؤمنين. وقال جل جلاله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسبه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يرجع تاريخ المسجد إلى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن أول بيت وضع الذي ببكة مباركا هدى للعالمين. والرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقدم مهاجرا من مكة إلى المدينة ليصل إلى قباء خارج المدينة، فيجعل أول عمل يقوم به هو تأسيس مسجد قباء، وبعدها بأيام يصل إلى المدينة ليكون أول يقوم به بناء مسجد ويؤكد من خلال سنته الفعلية بسنته قولية. يقول في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حق البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والمسجد هو الصلة لمنهج في التعرف على الله عز وجل وفي الحث على السير قرب على رضوان الله سبحانه وتعالى وسلوك بطريقه وجعل المساجد له، حيث قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فعلى بذلك شأن المسجد ورفع قدرها لأنها تقام فيها العبادات التي يخضع فيها العباد له سبحانه وتعالى، وفيها تتلى آياته آناء الليل وأطراف فيها يذكر الناس بمنهج الله والطريق الموصلة إليه. ومن أهمية المسجد أنه يأمر بترسيخ المبادئ التي جاء بها الإسلام، ومن تلك المبادئ المساواة وتأكيد الوحدة والتلاحم وإنشاء روح الأخوة بين الأمم الإسلامية وقادتها وبين المسلمين أنفسهم.
وهذا واضح ملموس. والمصلون في المساجد يأخذون أماكنهم في الصفوف حسب تفكيرهم الأسبقية بالحضور إلى المسجد بغض النظر عن انتمائهم الإرقي أو المادي أو الديني، لأن التفكير أعظم أجل للمصلين. ولقد قام المسجد بدور عظيم في التاريخ الإسلامي، وفيه جثة روح الأخوة الإسلامية، وكان مركزا للأمة الإسلامية الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني والتربوي والاقتصادي، وكان مركزا لإنشاء الدعوة الإسلامية وتعليم الأمة أمور دينها، وكان مكان العبادة والدراسة والفتيا والإدارة والشورى والعلم والعمل والإصلاح والتقويم. وقرر في الكتاب والسنة على ترغيب بناء المساجد بما فيه من عظم الأجر وكثرة الثواب واستمرار ثوابها إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى تبارك وتعالى في محكم تنزيله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبناء المساجد في سبيل الله من الصدقة الجارية. ومن بنى لله مسجد في سبيله بنى الله له في الجنة. والإنسان ليس له من ماله إلا ما أنفقه في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يقبل من هذا الموقف، يسر بذكر أسماء جميع الأشخاص والقرى التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وبذلك فإننا سنكتفي بذكر بعض المساهمات التي نعتبرها ثمرة. يعني إبراهيم محمد جوب 78% من تكاليف المسجد. خالد لو 10%. أبناء جودة وبعض جالياتها في الخارج 8.57%. أبناء جودة في نواديبو 2.6%. أبناء في أوروبا 2.8%. أبناء جودة في نواكشوط 3.55. أبناء جودة في زويلات 1.37%. نسأل الله تعالى أن يقبل لهم هذه الحسنات ولكل من ساهموا بهذا الإنجاز، وأن يدعها في موازين حسناتهم يوم الجزاء، إنه سميع قريب وبالإجابة جدير. إخوتي وأخواتي، نؤكدكم من شديد أنكم اليوم لستم وراء، أنتم بين إخوتكم وأقاربكم وبين رحمكم. نرجو لكم مقاما سعيدا ونجدد لكم تشكراتنا. والله نسأل أن تكون عودتكم إلى أهلكم ميمونة مباركة وفقنا جميعا لمرضاته، ويتقبل منا طاعتنا ويعفو عن زلاتنا ويهدينا سبل السلام. ونسأل الله أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام ورحمة الله وبركاته. بها الإمام الشيخ عبد المملوك فليتفضل إن شاء الله. جزاكم خيرا. أشهد
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الإسلام كثيرا أفريقيا وفور بالنسبة لكاجدو شأنه بدل كوي بكرامي بلا موي كيتوي أو جماعة وارد جيدا من دوكمنت دليل هو دليل تقول له دليل يودس ولا جاكا من بكرامي أو كوي كارنا نقولا بدينو سيدو تو ربي كنا أبيانا يقرأ بالإخوة الذين جاءوا من كل حدب وصوب يشاركون هذه الفرحة العظيمة فرحة الافتتاح للكل الجديد ونشكر الإخوة الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إنجازه ونشكر الجماعة التي فكرت في تسمية هذا الجامع الكبير باسم المجاهد الأكبر الشيخ عمر الفوجي الذي شرفنا أحد أقفاله وحضور هذه الجلسة الكريمة ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. e dendagal julɓe arɓe helli faaɓe tawtorede ngeɗo del e ardiɓe to banggue alhaali ngoɗo wuuro wiyeteɓe ɗum sababude ƴettudeɓe teddungal ngal ɓe pawi e junggo cheikh oumar al foutiyou tall mo ganduɗa ko ñum e ɓiɓɓe mum totta fawde to banggue hayre nde nde fawete nde eɓe udditte nde kadi ko kamɓe kadi totta yoɓe garɓe uddita to banggue alhaali dendagal kala kala jama o ina waɗa e juuɗe mabɓe ngal teddungal yo aɓe ɗum ya allahu ya rabbal alamin يا مساجد الله آمن بالله أيوه الكبير طلبت بسوء جولو به جولو بسوء نجور غيره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نقول الله أكبر السلام عليكم يا المسلمين ceerno men ceerno mouhamadoul madani muntaga hamadou muntaga cheikh oumar o wiide suudu ndu dari nde yo allah wattu en e wurnoɓe jumaji allah jamaji allah e dewirde allah yo allah wattu en e wurnoɓe to banggue alhaali cuuɗi allah no darora e to banggue alhaali daroɗen to ɓerɗe to e to guite to e to kawre to e to banggue alhaali kaɓɓodire to allah waɗana ene hen barke waɗana en ten teddungal waɗana en hen ɓuural ɗum woni to banggue alhaali sifa ko ngol daɓɓol ngol ceerno fawdi en yo allah suuren ya allahu ya rabbal alamin hen enɗemeji men ndewen hen allah jokkene hen enɗemeji meɗen yo allah dewan ya allah ya rabbal alamin